كريس صاحب مستر بيست او اللي كان صاحب مستر بيست، البني ادم ده غير السوفت وير بتاعه وحط له شريحه جديده. ايوه يا عزيزي، زي ما سمعت كريس ده بقى متحول او يعني Ugh. Brother, ugh. What's that? What's that, brother? بصوا يا جماعة، كريس ده كان طول عمره رمز للرجولة مع مستر بيست. مفيش حد كان متوقع منه غير القوة والشجاعة. تشوف تقول ده آخر واحد ممكن يتغير، لكن الدنيا مليانة مفاجآت وفي الآخر قرر يتغير بشكل كبير جدا. كريس كان عضو أساسي في فريق مستر بيست، واحد من الشخصيات اللي الجمهور حبها بسبب طبيعته الرجولية. لكن فجأة كريس أعلن إنه تحول من ذكر لأنثى، وده صدم الكل. القرار ده كان جريء جدا وخلى الناس تسأل نفسها إزاي حصل ده. كريس قال إن هو كان بيدور على هويته الحقيقية وقرر أخيرا يعيش بالطريقة اللي بيشوف إنها صحيحة. بس المشكلة بدأت لما تصرفاته الغريبة بدأت تطلع منه بعد التحول. من بعد ما كريس أعلن عن تحوله، مش بس الجمهور هاجمه، لكن كمان بدأت تطلع أخبار عن تصرفاته الغريبة. كريس اتحرش بالأطفال ونشر صور غير لائقة، وده خلى الهجوم عليه يزيد أكتر وأكتر. مستر بيست حاول يدافع عنه في الأول، بس الهجوم كان شديد لدرجة إنه اضطر يطرده من الفريق. جيمي أو الملقب بمستر بيست نشر تغريدة إنه طرد كريس عشان يحمي القناة والجمهور. بس الناس كانت متقسمة بين اللي بيشوف إنه كان لازم يعمل كده واللي بيقول إنه خان صاحبه. بعد طرد كريس، جيمي ينزل فيديو جديد. كان الكل مستني الفيديو ده. الفيديو جاب 3 مليون لايك مقابلها 2 مليون ديسلايك. كمان ده رقم كبير جدا بالنسبة لقناة زي مستر بيست. والجمهور كان واضح إنه منقسم، في ناس كانت لسه بتدعم جيمي وفي ناس مش راضية على اللي حصل. القصة دي بتورينا إن الشهرة ممكن تجيب معاها مشاكل كبيرة، وإن أي قرار ممكن يغير حياة شخص بالكامل. مستر بيست وكريس مروا بأزمة ضخمة، والسؤال اللي باقي هو هل مستر بيست هيحافظ على مكانته وعلى جمهوره بعد اللي حصل ده؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات، وهل شايفين ان مستر بيست كان لازم يتعامل مع الموضوع بطريقة تانية؟ شكرا لكم للمتابعة، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان تتابعوا الفيديوهات الجاية. وبس، سلام.